فقال فصبر جميل. وش حندير؟ وهذه رسالة صحيح، نتعلم أن نرضي الله بقبول القضاء والقدر، لأنه سنرى من أسباب تفريج الكروب أنك تقبل القضاء والقدر كما كان، حلوه ومره. خاطش انت كي راك تتزع ما راك تقدمها، والناس كاين ينزل به بلاء والعياذ بالله يصبر ربي سبحانه، يجزع يتسخط على الله. فمن سخط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سخط فله السخط، ومن صبر ستفرج بإذن الله، لأنها سنة الله في الكون. البلاء ما يدومش، ينزل قد يطول لكن ينقطع. ولرب نازلة يضيق لها الفتى ضرعا وعند الله منها المخرج ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. تفرج بإذن الله، تفرج. علق قلبك بالله، كل هم انزل بك سيفرج بإذن الله، كل شقاء انزل بك سيفرج بإذن الله. علق قلبك بالله، لأنه الذي أنزل البلاء هو الله، والذي يرفع البلاء والهم اللي راك فيه هو الله. إذن انت ما عندك غير عندك حاجة ديرها أيام البلاء أكثر من اللجوء إلى الله. قال العلماء ومن حكم البلاء، علاش ربي أحيانا يبتلينا؟ باش نرجع ربي سبحانه. أباك في أيامك البلاء، بالك مرض، بالك فقر، بالك مشاكل، بالك هموم، تاك الوقت اللي يكون إنسان تقي نقي ذكي وفي عاقل، تصيبوا هذوك الأيام يكثر من تضرع إلى الله، سؤال الله، تصيبوا يصدق يصلي يصوم لكي يرفع البلاء. وش صار له؟ ازداد تقربا إلى الله بسبب البلاء، تنطبق عليه رب ضارة نافعة. هذا البلاء نفعك من حيث لم تحتسب. هذه من فوائد البلاء. عمرك ما تقول علاش، لا. يعقوب عليه السلام هنا يذكر في الأثر، شوف وش قال لهم، فصبر جميل. قال لك هذه الكلمة كانت سببا في أنه يعودوا ولاو بنتين. فصبر جميل، عسى الله، شوف ذاك حسن الظن بالله عجيب يا أخي. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. كيفاش نقول لكم الأول مات والثاني داوى تسنى فيهم يعودوا يولوا؟ قلبه معلق بالله. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. عليم بحاله، حكيم في قضائه وقدره. الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. على باله كما نقولوا احنا، بما أن الله عز وجل أخذ مني الولد الثاني، الله عز وجل سبحانه يدري وهو حكيم في فعله سبحانه، على باله وش كان. إذا وش ندير أنا؟ نسلم لله، أسلم أمري لله عز وجل. قلنا يذكر في الأثر كي جهل الخبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إنما الصبر عند الصدمة الأولى. التمس ماشي يوم كي يوصلك الخبر كيفاش راك تتعامل، لأنه هذاك بلاء، والبلاء قضاء وقدر. هو غير جاو قالوا له حكاوا له القصة، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان. سبحان الله، والله يا إخوان كلمة من ده. حاجة الأولى لن أستعين بأحد إلا بالله، هذه قمة التوحيد. فإذا سألت، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. نتعلم خوتنا، ينزل بها بلاء، الوحيد الأول اللي يتبادر ذهني إليه هو الله، الوحيد اللي يفرج الكون تاعك هو ربي سبحانه. هكذاك يعقوب، هاي العقيدة. يقول لك علاش نركز على العقيدة، لأنها هي اللي تربي المؤمن وتجعله موحدا مخلصا لله. فصبر جميل مباشرة، والله المستعان. يذكر في الآثر أبقى قال لك يعقوب سبحان الله كي قال هذه الكلمة فصبر جميل، هذا في مع الأول قال والله المستعان على ما تصف نهار جاته، قال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. ونهار سمع بقصة يوسف قال فصبر جميل والله المستعان. الله حبك ربط عجيب. هذه فصبر جميل والله المستعان قالها كي راح يوسف، كي راح بنيامين قال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. علاش ما عاودش والله المستعان؟ قال لك لأنه استعان بهم على الأول، الآن راهو يستنى في الفرج خلاص. عجيب، الآن راهو يستنى في الفرج، يقين باللي استعنت بالله خلاص ما نعاودها لوش. استعنت به في يوسف، الآن نستنى في الفرج. لهذا قال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. يذكر في الآثار قال لك غير قال هذه الكلمة فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، قال لك أوحى الله إليه
والله أوحى الله عز وجل إليها، قال له: يا يعقوب، وعزتي وجلالي لو كان ميتين لأحييتهما لك. وعزتي وجلالي لو كان ميتين